سكان الريف عندي بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في القرى، المناطق اللي فيها زرع. طب بيشتغلوا في ايه؟ بيشتغلوا يا سيدي في الزراعة وتربية الحيوانات. طيب هم عددهم قد ايه؟ يعني نسبتهم قد ايه؟ هتقولي 57.6%. مش لازم تحفظ الرقم، قولي ان هم اعلى من النص، اكتر من 50%. طيب الأمية عندهم، احنا قلنا ان الأمية دي اللي هي متعلمين ولا مش متعلمين؟ الأمية عندهم مرتفعة، يعني في منهم مش متعلم كتير قوي. المشكلات اللي عندهم، طيب عندهم حجم الأسرة كبير، فده عامل مشكلة. بسبب ايه؟ بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. طيب وايه تاني؟ وانخفاض الدخل وانخفاض مستوى المعيشة. بسبب ايه؟ بسبب قلة الخدمات وفرص العمل. طيب الدولة عملت ايه عشان تحل المشكلة دي؟ عملت على توعية الشباب بتنظيم الأسرة عشان يقللوا الإنجاب. وعملوا كمان حاجة اسمها مبادرة حياة كريمة، وده اللي اسمه المشروع القومي لتطوير الريف المصري.